السنين رايحة وجاية والأمان بعطلك، الأسامي هي والقلوب اتغيرت. السنين رايحة وجاية والأمان بعطلك. غادة غدغد غدغودة الطالبة التونسية اللي تعودنا عليها بستار أكاديمي 10 كانت مثال للهضامة وخفة الدم. لقبها الرحابنة بزقبة الغناء، تميزت بصوتها القوي وحضورها اللي بيملك المسرح. بفضل إصرارها واجتهادها تمكنت إنها توصل للفينال وحصلت على المرتبة الثالثة مع جيش ضخم من كل العالم العربي بحبها وبدعمها. بالبداية غادة أهلا وسهلا فيك عبر نساء-tv.com. بصوتك الجبار وحضورك الطريف مكنت من الوصول للفينال حاملة اسم تونس والمغرب العربي بالمنافسة، ومن الطبيعي أن تكون المسؤولية أكبر بكتير، فشو تعليقك؟ بونجور. أولا أكيد المسؤولية صارت أكبر هلأ، وصار عندي يعني مش مثل قبل إنه صار عندي يعني شيء، يعني حاملة قصص كتيرة من كتير عالم. هلأ ما يعني مش حلمي بس، هلأ صار حلم الناس كمان اللي بتحبني واللي تبعتني. سو عندي مسؤولية كتير 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 كتيرة. خلال سير البرنامج فاجأنا بمرضك اللي بحسب معلوماتنا وراء قصة تم التعتيم عليها في ستار أكاديمي، فشو اللي صار؟ ما حصل شي، أنا تعبت عادي إنه مثل كل العالم، إنه ستريس وهيك ضغط من الأكاديمية صار معي، فصو تعبت شوي والحمد لله إنه ما في شي تاني غير هالقصة. كان الطالب المصري مين عطا من أقرب الأصدقاء لغادة، بس بالفترة الأخيرة من البرنامج تبدلت هالعلاقة، فشو هو السبب؟ ايه مينا من الناس القراب كتير لإلي، وفي الآخر ما تغيرت العلاقة، بس كل واحد فينا إنه صار يحس إنه خلص القصة جد، إنه كل واحد صار بيهتم بحاله، وهيدا الشيء أنا مثلا صرت بهتم بحالي إنه مش مثل قبل. بالعكس ما كنت أنا يعني ما تغيرت علاقتنا، ولحديت هلأ أنا ومينا باتصال، يعني نتصل مع بعضنا تقريبا إنه يومين يعني باليوم نتصل 3-4 مرات يعني. ما تغيرت علاقتنا، وهيدا شوي ضغط كل العالم يعني لما بيفوتوا بيصير معهم هيك. ما بعدنا على بعض ولهلا مقربين كتير كتير وممكن أكتر. مثل ما كان يبدو لنا ولكل الجمهور انه علي وغادة في بيناتهم صداقة كتير متينة. بلقائه معنا وجه عتب لكل الطلاب ما عدا ريتا لعدم تواصلهم معه، فشو بتعلق على هالموضوع؟ اول شي بالنسبة لإلي ما وصل لي عتاب، بس انه قال انه في كتير عالم هو معهم كانوا اصحابه مش عم يحكوا هلا عم بيعاتبهم. بس بالنسبة لإلي انا علي الشداد كل يوم بحكي وكل يوم بنحكي مع بعض، وما في شيء من هالقصة. وعلي الشداد يعني دايما علي الشداد بالنسبة لغادة، وغادة بالنسبة لعلي دايما غادة. أنا وعلي صداقتنا إن شاء الله مش رح تموت ودايما مع بعض. أنت بتعتبري ابتسام تسكت أخت لإلك، فشو الرسالة اللي بتوجهيها لإلها اليوم؟ ابتسام هي مش اختي بس، هي حبيبتي وصديقتي وعيوني، إلا بحب إلا إنك بيتي، إنك أحلى شي حصل في الأكاديمي. شي كتير حلو إنه صداقتي أنا وابتسام كتير مميزة، وأنا مبسوطة لأني فت للأكاديمية تعرفت على ابتسام تسكات. بوجه لها تحية بقول لها انت حياتي، انا بحبك كتير وانت ستار 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 بنظري وبنظر كل الناس اللي بتحبك. وصدرت إشاعة بتقول إنه كنزة مرسي الطالبة الجزائرية اتهمت المغرب بالسحر والشعوذة، فشو رأيك بهاللي صار؟ في السؤال هيدا تبع يعني حديث كنزة ما عندي أي تعليق،
صراحة ما بدي جاوب عليه، إنه كلام ما في منه هذا الشي. شو يعني بلد السحر والشعوذة بيصير هيك؟ يعني ما بيصير وما في منه هالكلام. وأنا بالنسبة لي بدون تعليق، ما بحب أحكي في هذا الموضوع أبدا بصراحة. بالبرايم النهائي حصلتي على المرتبة الثالثة، فهل انت راضية بالشي اللي وصلتي له؟ شو بتوجه اليوم كلمة لمحمد شاهين؟ في البرايم النهائي حصلت على المرتبة الثالثة. راضية، إيه الحمد لله راضية بكل شي. شو بقول لمحمد شاهين؟ بقول له ألف مبروك، مع أنه أنا كتير زعلانة من الكلام اللي دار بينه هو والمذيعة في قناة مصرية، لأنه مش صح. بس أنا يعني ما بلومه، هو حر بيحكي اللي بده إياه. وبقول له ألف مبروك إن شاء الله على اللقب مرة تانية. غادة، شو هي العروضات اللي تلقيتيها من الممكن انك تعربي عنها اليوم؟ العروض اللي بتلقاها عروض كتير بتلقاها هلا، بس لحديت هلا بعدني ما زبطت ولا شي. بس في قصص كتير 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 حلوة ان شاء الله قريبا، بس ما فيني اعلن عنها هلا لانه بدي خلي حصريات شوي. ان شاء الله رح بلش ان شاء الله قريبا انه حضر لعمل غنائي قريبا ان شاء الله، بس ما فيني اقول لك ولا شيء هلا. ان شاء الله بس لما يخلص كل شيء رح اقول لك شيء اكسكلوسيف لإلك. خلال الموسم شاهدنا كتير من الأقاويل اللي بتقول غادة ومارسيلينو، فبعد خروج غادة، يعني اليوم بعد ما صارت غادة خارج ستار أكاديمي، ما زلت على تواصل مع أستاذك مارسيلينو؟ عندي تواصل مع مارسيلينو، لا بس بحاول اني اتصل بيه، بس هو ما بيعرف النمرة، مش عم بيرد. بس ان شاء الله انه رح نحكي عن قريب. وبرا الأكاديمي يعني لحديت هلا ما في تواصل بيناتنا، بس ان شاء الله رح يصير تواصل. غادة، هل من الممكن انه نشوف قريبا غادة ومارسيلينو بكليب واحد؟ ايه ليش لا، ممكن نشوف غادة ومارسيلينو في كليب، ليش لا؟ لو في ان شاء الله قصة رح خبرك عنه. كلمة أخيرة للناس اللي حبتك ودعمتك ووقفت حدك. كلمة أخيرة للناس اللي بيحبوني، قلن إنه أنا بحبكن كتير. ميرسي لكل الفانز من تونس، من الخليج كله، من المغرب العربي. تحية لإلن كتير كبيرة، بقلن أنا بموت فيكن، أنا بلاكن ما بسوى. وبحبكن عدد. شو بتحبي اليوم تسمعي جمهورك أغنية عبر نساء تي في؟ غنية من عندي أنا إهداء للعالم اللي بتحبني، قلن بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا، الله الله عينك على جارتنا يا عيوني، يما عينك علينا، الله الله. بالختام غدا بدي اتشكرك على هاللقاء المميز، ومني ومن أسرة نساء تي في دوت كوم نتمنى لك التوفيق ومزيد من التألق بحياتك العملية والفنية. واخيرا ميرسي لك كتير كتير على دعمك اللي برا الأكاديمي، اللي كنت دعمني لما أنا كنت بالأكاديمي. ثانك يو على كل شي، وسوري لأني عذبتك معي بالانترفيو. ثانك يو.